وعملية بناء العادات بتبدأ دائما بالتجربة والخطأ، لأنك لما بتواجه مشكلة أو موقف جديد في حياتك بيكون على دماغك إنه ياخد قرار، واللي هو إزاي يستجيب ويتعامل مع الموقف ده. وفي العادة لما بتواجه أي مشكلة في البداية ما بتكونش واثق في طريقة حلها، وهتجرب حاجات كتير عشان توصل لحل المشكلة اللي أنت فيها، لأن ساعتها النشاط العصبي في دماغك بيكون عالي، وبتحلل الموقف بحرص، وبتاخد قرارات واعية بخصوص القرار اللي هتاخده استجابة للموقف اللي أنت فيه. واثناء ما انت بتفكر وبتحلل الموقف اللي انت فيه او المشكله اللي انت فيها بالصدفه بتوصل لحل، زي انك مثلا لو حسيت بقلق هتكتشف ان الجري ممكن انه يهديك، او انك لو كنت منهك ذهنيا بعد يوم عمل طويل ممكن ان العاب الفيديو والبلاي ستيشن يكون لها دور في انها تهديك وتحسسك بالاسترخاء. وهنا وبعد ما توصل بالصدفه لحل المشكله اللي انت فيها بتبدا بتغيير استراتيجيتك في المره اللي جايه لو تعرضت لنفس الموقف او حتى موقف مشابه ليه. وده معروف في علم النفس بحلقة الفيدباك اللي بتكون كامنة ورا كل الأنشطة البشرية اللي بتتمثل في التجربة والفشل والتعلم، وبالتالي التجربة بصورة مختلفة في المرة اللي جاية. ومن كتر تعرضك وتدربك على التعامل مع المشكلات اللي بتواجهك بتبدأ تقل قراراتك عديمة الفائدة، وتتعزز عندك الأفعال المفيدة اللي بتجيب الخلاصة، وهي دي عملية بناء العادات.